إذا شفت البرغل على إيديها ايه طلقها ولا تندم عليها. شرياني قضيت العمر عمعاني. لهيك خربت الدنيا هلا الكل صار حردان صار. بدوروا على مدرسة. يا محمد صوري صوري طمنت. ما كل هالشي. روحي شو روحي؟ يا روحي هلا ايه لك مني ايه بعد القهوة. يا الله مني. يا صباح الخير حبايبي، كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم بتشوفوا فيديو اليوم. انا اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. بس اول شي بدي اعتذر منكم بالنسبة لصوتي، صوتي تعبان شوي لانه صار لي يومين مرضانة. بصراحة هذا الفيديو صار له يومين مصورته ومنتجته جاهز، بس بقى اسجل عليه الصوت، بس صوتي كان اسوأ من هيك بكتير. فاليوم قمت لقيت حالي شوي احسن الحمد لله، قلت خلاص خليني اسجل الصوت وانزل الفيديو لحتى ما اتأخر عليكم اكتر من هيك. وهلا خلونا نبلش بفيديو اليوم. بهذا الفيديو رح أشارك معكم أجواءنا ببيت أهلي لما عملنا كبة مشوية. دقت لي أمي قبل بيوم قالت لي إنه بدي أعمل كبة مقلية، احسب حسابك انه تتعشوا معنا وتنزلي شوي على بكير لحتى تساعدينا بشغل الكبه. قلت لها ليش المقليه؟ بنساويها مشويه، يعني نشتغل ونشتغل مشويه اطيب، انا بصراحه بحب المشويه اكثر. قالت لي تمام انا ما عندي مشكله، بس بقى ما في مين يشوي لنا اياها بالنهار، جوزي اخوك بالشغل وبابا ما بحب يعني يقرب على الشوي ابدا. قلت لها بس جوزي اذا بيجي على بكير ما عنده شغل كتير انه هو بيشوي لنا اياها. قالت لي تمام اذا جوزك بيجي بيشويها خلاص لعيونك، كبه مشويه كبه مشويه. هلا مثل ما شايفين هاي امي الله يعطيها العافيه عم تحشي راس الكبه. هلا هاي الكبه المشويه بالنسبه لحشوتها حطينا فيها لحمه وشحمه وجوز وبصله ناعمه ناعمه، وطبعا البهارات اللي انتم بتحبوها، نحن بنحبها بملح وبهار وشويه هيك نقطه فلفله ناعمه ونعناع، يعني هيك مثل تعطيره يدوب انه يبين. وطبعا والبرغل اكيد بده هبره تكون منيحه لحتى يطبق وما تطقطق الكبه بالشوي. هلا انا كمان ما صورت لكم شيء من ديران الكبه لانه في كذا فيديو يعني شاركت معكم ديران الكبه، فقلت هالمره ما رح يعني اضيف هذا المقطع على الفيديو. هلا مثل ما ملاحظين شايفين امي شلون بتسكر القرص على ايدها، ما شاء الله عليها، بيطلع كانه قالب عن جد. انا قديش يعني بساوي كباب يعني مو كتير بس ما بيطلع معي، لما بقرصه على ايدي ما بيطلع معي بهالشكل هذا. هلا انا من جديد متعلمه شغله كمان، انه وقت بدي اسوي كبه قراص سواء كان مقليه او مشويه بالكاسه، يعني بعد بحط لي هيك بصف على النايلونه 4-5 قراص، بغطيهم بالنايلونه وبجيب اكبر كاسه عندي وهيك يعني بالكاسه بخليهم ياخدوا يتقولبوا ياخدوا شكل حلو خلصنا. بس امي ما شاء الله ما بجيها صبر، يعني انه لسه كاسه وما كاسه، خلص على ايدها ما شاء الله، ايدها كتير سريعه الله يعطيها العافيه. بيومها كنا عم نشتغل انا وامي ومرت اخوي عم نتساعد. هاي الاكله اكيد كمان من الاكلات يعني مثل اليبرق والمحاشي وهالشغلات انه بدها عوان، يعني حتى هيك بنتسلى وما نحس بالوقت. ومن عدا هيك يعني حتى هدول أكلات أكلتهم يعني لما ناكلهم على الجامعة أطيب من لما نكون لحالنا، يعني نحن وعائلاتنا لحالنا. فدايما لما أمي بدها تساوي كبة أو هيك أكلات يعني بدها شغل وبدها هيك قعدة جماعية على السفرة بتخبرني، بنزل بساعدهم وبنتغدى أو بنتعشى سوا. الله يرزقهم ويعطيهم ألف عافية، ولا تواخذونا من هلا على المشاهد المؤلمة لأنه شكل الكبة هلا لقدام بس تشوفوها بعد الشوي والتقديم بفرط القلب. الله يسلم ايديها ويعطيها ألف عافية. هلا هون خلصنا أول صينية، يعني هون نصصنا تقريبا، وهلا رح نبلش بالكمية الثانية. ولي عقولة ستي الله يرحمها، إذا شفت البرغل، إذا شفت العجين على إيديها، لا إذا شفت البرغل على إيديها ايه طلقها ولا تندم عليها.
إيه. إذا البرغل على إيديها يعني إنه مدردر ولاجم هيك على أصابيعها ملزق على الأصابع. أيوة. إيه. وإذا شفت العجين على إيديها بوسة من بين يعني شوفي عينيها. عم نشتغل طلع ما في ولا برغلة. إيه لا ما في. وإذا شوفي ما في. إيه صح. نضاف. هاي بهذا المقطع إنه حطي هيك الجملة المثل. أيوة. وإذا شفت البرغل على إيديها طلقها ولا تندم عليها. لا. إذا شفت طحين على إيديها بوسة من بين عينيها. الطحين. العجينة. طحين العجينة. العجينة. الطحين إنه هو نفسه. العجنة يعني. إيه. ايه واذا شفت البرغل على ايديها طلقها ولا تندم عليها. شوفي ما نضفهم. ايه يعني ما بتعرف انه تلجم ما في هيك الكبه. يكون البرغل هيك. ايه شيء بيلجم بس الطحين على اللي بيعجن الخبز تلاقي بيعملوا له هيك تلاقي هيك. ايه صح بتصير مريقه. ايه هي لانه عجينه الخبز بدها تكون مريقه. صح. حفظتوا المثل يا صبايا؟ ان شاء الله تكونوا حفظتوه لانه انا بصراحه لحد الان ما حفظته، فلذلك حطيت لكم اياه بصوت امي لحتى تسمعوه وتحفظوه. بس اذا في وحده منكم بتعرفوا هذا المثل او مرر عليها من قبل يا ريت تكتب لي في التعليقات. هذا المثل له قصة. كانت نانتي الله يرحمها أما لأمي كل ما بدهم يقعدوا يشتغلوا هيك أكلة بدها شغل، يعني هي حسرا إنه يا كباب يا معجنات، تقول لها هذا المثل حتى حفظتها اياه. بقى امي الله يطول بعمرها صارت بعد ما كبرنا وتجوزنا كل ما بدنا نقعد كمان نساعدها ونشتغل بهيك اكلات يعني كمان بتقلنا هذا المثل لحتى نحفظه. بس انا لحد الان ما حفظته ان شاء الله بشي نهار وبحفظه. وهي ايدين مرت اخوي كمان عم بتقرص الكبه، شوفوا ما شاء الله عليها تقريصها كتير حلوه شطوره، يعني راسها ما بتفرق عن شغل امي. الله يعطيها العافيه ويسلم ايديها يا رب. أنا وتانية لدروب اشتري أكلات. عم تسلمني. شايفين على بنتي وبنت أخوي بس يشوفونا عم نشتغل شغلة بيبتزونا، يعني بكون في بسلامة خيركم في أكلات وفي فواكه وأخذين خرجياتهم ومتحلين وفطرانين وكل شي تمام تمام، بس وقت يشوفونا ملتهين يعني بيبتزونا ابتزاز. بصير خلاص هيك بحلى براسهم انه يطلعوا يلعبوا بالحارة، يطلعوا يلعبوا بالبسكليت او بالسكوتر وبدهم طلباتهم ما بتخلص. وهي الاكلات لابد منها، يعني قد ما كانوا اكلين وقد ما كان في اكلات وهيك حليات وفواكه بالبيت ما بيحلى لهم الا ياخذوا مصاري ويطلعوا. ما بعرف ليش بينبسطوا بالطلعة بس وقت نكون نحن مشغولين. على فكرة لما نكون فاضيين وقاعدين ما بنساوي شي ما بيطلبوا هيك طلبات ابدا، بيلزقوا فينا. مين عندها هيك من نمرة بنتي وبنت أخوي تكتب لي بالتعليقات. وعلى سيرة التعليقات صبايا، إيش قد بدي أتشكركن، إيش قد بدي أحبكن، عن جد خليلي قلبكن كلياتكن. بفيديو الماضي بيضتوها من بعد فيديو اليبرق، يعني كنت عبقلكن إنه متمنية بس لو بصير مشتركين 500 لحتى هيك تعطوني طاقة إنه استمر بالقناة. بيضتوها صرتوا 500 وشوي، الله يبارك لي فيكم يا رب. واللايكات والتعليقات عن جد كانت بتجنن، خليلي قلبكم كلياتكم. انبسطت كتير من بعد فيديو الماضي وتحمست، وهلا انا في عندي كذا فيديو مصورتهم كمان ان شاء الله من بعد هذا الفيديو، يعني ان شاء الله باذن الله من هلا ورايح ما بتاخر عليكم. بدي اعمل جهدي انه كل اثنين وخميس انزل فيديوهات انتظم معكم. وخليلي قلبكم كلياتكم مرة تانية، تعليقاتكم تاخد العقل، وإن شاء الله هيك الله يجبر بخاطركم وتحققوا كل شي بتتمنوا يا رب. لا سخن ايه خذيها. أعطيكي أنا عم أهلك، خدي. خذي بقى. بدك واحدة عطنقط؟ هي عطنقط بس أكلت أول مرة. وأنت إيش فهمك كمان إذا عم نقط له ما بنقط؟ تركت لكم شوية أصوات من الكواليس بهذا الفيديو كتير. أولا لأنه صوتي تعبان، تانيا مشان ما أزعجكم إذا كنتوا متضايقين يعني من بحة صوتي وثالثا لأنه عن جد الكواليس كانت بتفرط من ضحك. سمعانين على بنت أخوي قال بدها قرص كبة عم بينقط. بهاي بنت أخوي طلعت لنا بتحب الشحوم واللحوم كتير بتحبهم. هل نحن بالنسبة لنا الكبة المشوية بنحب دايما إنه شحمتها تكون أكتر من لحمتها، لأنه اسمها مشوية يعني بنحب إنه تتسقسق بالشحمة كتير، ما بنسأل على اللحمة قد ما بنسأل على الشحمة.
كتير طلعت طيبة. وهي أمي كمان الله يسلم إيديها، هي علي القرص كتير سخن حرقت أصابيها مشان إنه تقسموا هيك وتفرجيكم إياه على الكاميرا. كتير كان سخن. وهي جوزي كمان كلهم عم بيساعدوني بالتصوير. شايفين شلون هون عم بيعصر لي القرص على الكاميرا، اللي شوفي يا سلام على السقسقة والنغنغة غير شكل. جد صبايا قد ما قلت لكم انه طعمتها طيبه وبتشهي، ما رح هيك يعني. يا ريت لو فيني ادوقكم كلياتكم، يا ريت لو بقدر اعزم كل هيك المشتركين اللي عندي وادوقكم من اكلاتنا واكلاتي واكلات امي سلم ايديها ونفس جوزي كمان. يعني هلا هو بالكبه اكيد نحن انه بنشتغل وهيك، بس الشويه لجوزي منظوم نظم. صبية إذا لساتك مستمرة معي بالفيديو لهون وحابة إنه تكملي للأخير، يا ريت ما تنسي تحطيلي لايك وتعطيني رأيك بالفيديو بالتعليقات، وتشتركي بالقناة إذا مو مشتركة، وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل لحتى يوصلك إشعار بس أنزل فيديوهات جديدة إن شاء الله. بتعرفوا صبايا أنا يمكن مرضت من بعد النهار الكبة، لأنه قعدنا على الأسطوح كان برد الجو. يعني شايفين حتى الشحمة شلون عم تجمد بأرض الصينية، يعني يا دوب ما بنلحق نحط القرص على الصينية من هون عم بيجمد الشحمة من هون. كتير كان برد بيومها. وأنا طلعت ونزلت على الدرج كذا مرة، أعرق وأبرد وهيك يعني. وأكلت تقلت بصراحة، لأنه مثل ما عم بقلكم يعني بتجنن هلا. والله وأنا بسجل الصوت ورجعت اشتهيت عليها. ايه بقى تاني يوم الصبح قمت هيك مرضانة يعني مقربة. يعني جربنا كلياتنا تاني يوم، بس الحمد لله رب العالمين. يعني أكلة كانت تستاهل إنه الواحد يمرض من بعدها، لأنه عن جد أكلة طيبة. وما خرج إنه نطلع نشوي بالحديقة كبة بهات الجو بصراحة. كان ممكن يعني مغيمة، ممكن بأي لحظة ينزل مطر. فأنا على القليلة سطح البناية مسقوف، يعني لو نزل مطر ما في مشكلة. شايفين على جوزي ما شاء الله عليه ما بيقلب الكبة إلا بإيديه بأصابيعه. أنا بقول له لك في ملقط، لك حاج تحروق أصابيعك استعمل ملقط. قال لي لا ما بقصر، قولوا ما شاء الله. أنا مستحيل يعني إنه إذا هو سخن ما باكله، يعني بخليه شوي لو كان هيك دقيقتين 3 5 لحتى ياخد نفس لحتى أقدر أمسكه بأصابيعي، بقى مو أقلبه من على منقل الشوي بأصابيعي. إيه والله دايما الكبة المشوية يعني ما بقلبها الا بايديه. كانت حماتي الله يرحمها كمان هيك لما نشوي كبه كمان تقلبها كلها باصابيعها، وانا اطلع فيها يعني اقول يا الله شلون ولا مرت عمو شلون بتقدري تقلبيها باصابعك والله. ويحرقوها يعني تاني يوم يعني تفيق الصبح اصابعها كلهم هيك حمر ومنفخين. بس هيك تقولي انه ما اذا ما قلبتها باصابعي ما بتهنى. الله يرحمها ويجعل مسواها الجنة كمان. والله كانت الكبة المشوية من تحت ايديها بتجنن وبتاخد العقل. بس تعرفوا عن جد ما حسينا بالوقت يعني، ولا حسينا بالبرد، ولا حسينا انه طلعنا على السطوح انا وجوزي وامي وبنتي وبنت اخوي تمام، على اساس انه بدنا نشوي الكبه ونسليه لجوزي عشان ما يضيق خلقه لحاله او يعصب. حتى طلعت له القهوه وكبه كمان على الارض، وننزل الكبه وننزل نتغدى تحت. مرت اخوي تحت جهزت السفره وعلى 24. واذ هالقرص وهالقرص وهذا ملدوع وهذا ما بعرف ايش وهذا بشهي وهذا عم نقط وهذا كذا. نزلنا طقانين يعني ثلاثتنا او بالاحرى نحن الخمسه يعني مع بنتي وبنت اخوي. نزلنا قلنا لمرت اخوي يعني صح وهنا نحن ما قدرانين ناكل ولا لقمه، شبعنا من على الشوايه شبعنا. وهي طيبتها بصراحه الكبه انه من على الشوايه، يعني هي اشتهت انه تطلع معنا، بس ابنها الصغير شوي كان هيك مرضان مدعوك فما قدرت تطلع مشان ما يطلع هو كمان وياخد برد. أكلنا على السطوح قد ما هي طيبة وريحتها هيك بتجنن، ما تحملنا انه نستنى لننزل على البيت لحتى ناكل على الطاولة. فأكلنا وشبعنا على السطوح. بس والله غصينا انه بعد ما خلصنا شوي ما قدرنا انه نعمل شاي على الفحم لانه كان برد كتير. هون جوزي خلص شوي الله يعطيه العافية. وشوفوا هالفحمات يعني ما بينسخى فيهم، يحف عليهم كتير شاي بتطلع طيبة من بعد ما أكلت المشاوي على الفحم، بالأحرى على الجمر يعني.
وهاي لحتى اثبت لكم قديش انا بحبكم. اول شي شوفوا هذا القرص شكله كانه هيك سمايل، هذا سمايلات تبعت الواتساب، حتى شكله له شوارب كمان فرد من ضحك، كتير شكله حلو. تاني يوم هون عم بصور لكم ببيتي، امي سكبت لي الله يرزقها عشاء لتاني يوم، لأنه بتعرفوا كبة مشوية يعني ما بنشبه منها من يوم واحد. سخنت وقلت لا بدي أصور لكم هيك على السفرة، هيك ركنت ودللت وفرطت لي حبة رمان كمان. على فكرة الرمان كتير طيب مع الكبة بالشتاء، احيانا انا بعمل معها زريقة رمان، هاي من الا نحن رمان، عصير رمان مع شوية توم ونعناع، كتير بيطلع طيب جنب الكبة المشوية. بس يعني ما كان عندي غير رمانة وحدة، فحطيتها هيك لزينة. وهون قسمت القرص، عم بفرجيكم قديش طبقة البرغل رقيقة وقديش شكلها من جوا بشهي. بس هذا كرمال عيونكم بقى، شايفين قد انا بحبكم، وانتم كمان يعني خليلي قلبكم، ما تقصروا معي باللايكات وبالاشتراكات، تقبشوا قلبي. وهلا بنرجع لنهار الكبة، بعد ما جلينا الجليات وضبضبنا وشربنا الشاي وهيك ريحنا شوي. قمنا لحتى نشرب قهوة. هذا الحلو جوزي كان جايب لنا اياه كمان معه. غلينا القهوة أنا ومرت أخوي وحطينا الحلو، بس بصراحة ما قدرنا يعني ناكل حلو لأنه كتير كنا يعني جبعانين ومتقلين بالكبة. بس أولسون عملت الأتراك يعني القهوة ما بصير بلاها، يعني إذا بنكون أكلين خروف مكتف بدنا فنجان قهوة لحتى هيك يعدل المزاج، خصوصي مع جمعية الأهل. الله يخلي لكم أهليكم وأحبابكم، واللي بعيد عن أهله الله يجمعه بأهله على خير وسلامة يا رب. ما بعرف إذا لاحظتوا بهذا الفيديو ذكرت أمي ومرت أخوي كذا مرة، وما ذكرت أختي المخطوبة، لأنه أختي مسافرة على اسطنبول عند أختي الثانية. بصراحة كتير غصينا لهم لاتنيناتهم، وأمي ما حسنت يعني بلا ما تشيلهم حصهم بالفريزة، قالت لهم بس ترجعوا بالسلامة إن شاء الله يبقى بتاكلوا حصتكم. بس مع ذلك ما عجبهم، قال إذا هن ما أكلوها من على الشواية ما بيرضوا. هدول هيك عم يحكوا ولسه مو شايفين الفيديو. الله يعيني، هلا من بعد ما يشوفوا هذا الفيديو رح تشتغل التليفونات بقى الله يستر. وبس حبايبي لهون بيكون خلص فيديو اليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا معي بالفيديو واستفدتوا منه لو بشي بسيط. بحبكم كتير وان شاء الله تبقوا دايما بخير صبايا، وباي باي.